يا مساء الفل عليكم. انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. كم مره بدات دايت وفشلت ومعرفتش تكمل عشان الموضوع صعب عليك، وكم مره حسيت وزنك بيزيد زي زياده البنزين ولا زياده سعر الذهب، ولما تيجي تخس يبقى زيهم برضو بس في النزول ده لو نزلوا اصلا. عشان كده احنا لازم نعرف اكتر الخرافات اللي بنضيع عليها مجهودنا ووقتنا واحنا بنحاول نخس. حلقتنا النهارده اسمها خلطه التخسيس السحريه. واول خرافة معانا النهاردة هي اننا لازم ما ناكلش اول لما الساعة تدق 6. طب ليه بجد يا جماعة؟ هو الجسم عنده مواعيد نوم للاكل؟ الموضوع بيبقى كله في كمية الاكل ونوعه، مش في الوقت خالص. انتوا بتشوفوا احنا في رمضان اصلا بناكل المغرب وبيبقى اكلنا كله بالليل وبنبقى صايمين طول النهار. فاكيد الصيام حلو لو صيام شرعي او صيام متقطع او صيام عكسي. هو من اكتر الحاجات فعلا اللي بتفيد الجسم وتخسسه، وكمان بتخلصه من السموم. فلو كلنا معاه اكل صحي واهتمينا بالرياضة اكيد شكل جسمنا هيتغير للأحسن. تاني خرافة بقى هي الميزان، ولو الميزان مش بينزل يبقى احنا مش تمام ومش بنعمل الصح وبنجوع كمان على الفاضي. طب يا جماعة الميزان ده مجرد رقم المفروض اصلا ما نبصلوش، علشان ممكن نكون بنخسر دهون بس قصادها بنكسب عضل، فبالتالي احنا جسمنا زي ما هو في الوزن، وزنك على الميزان ثابت بس انت شايف ان انت بتخس، وده بيبان في لبسك، في خفتك، في راحة معدتك وراحة قولونك. مش لازم ابدا يظهر على الميزان، فبلاش بقى كل يوم تطلع على الميزان كأنك بتقيس مستوى السعادة الوطنية. تالت خرافة بقى هي طالما انا عامل دايت لازم ابقى جعان طول الوقت. ما هي ما بتتحسبش كده يا صاحبي. ما تروحش تاكل سندوتش برجر من اي حتة وتقول كده اتعشت خلاص انا مش هاكل حاجة تاني طول اليوم عشان سعراتي الحرارية. ما انت برضو لازم تعرف ان مش كل السعرات الحرارية زي بعضها. اكيد مصدر وجودة الاكل بتفرق جدا في الشبع وكمان في صحتك. ورابع خرافة معانا النهاردة هي مشروب التخسيس السحري. والله لو الموضوع سهل كده كان زماننا بقينا كلنا مدلزق اعلانات، عشان الحقيقة مفيش مشروب بيحرق الدهون لوحده. الموضوع كله بيبقى معتمد على نظام اكلك زي ما قلنا، ونومك الكويس وحركتك التمام. وخامس خرافة هي المنتجات والمحليات الطبيعية، وان احنا عادي ناكل منها زي ما احنا عايزين، هي كده كده مش هتخنا. الكلام ده زي العسل الابيض والتمر، هم طبيعيين وكل حاجة بس سعراتهم ما بتهزرش، وكمان بترفع السكر بطريقة بشعة في جسمك. فانت لو طول اليوم رايح جاي عمال تاخد في معلقة عسل عشان انت جعان من الدايت اللي بتعمله، او بتخلص نص كيلو تمر عشان دايخ ومحتاج حاجة مسكرة، فانت كده عايش في الدلول ومش هتشوف نتيجة ابدا اللي انت بتعمله ده. وسادس بقى واخر خرافة معانا النهاردة هي وهم التخسيس السريع، زي العمليات والبراشيم والحقن اللي موجودين في كل حتة ومجهولين المصدر والمصير. وبرضو ما ينفعش تاخدك الجلالة كده وتروح قبل ما تنام، ولا وانت لسه ضارب صينية الغول من مطعم مشاوي ومقالي محترم وتقول انا هبتدي دايت من بكرة، وتقعد بقى تدور على دايت الانقاذ السريع اللي بيخسس 10 كيلو في الشهر وامشي على النظام دوت وجسمك هينزل النص، والحاجات الغريبة اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا دي. بجد انت جسمك لو بيتكلم هيرد عليك ويقولك ابشع الالفاظ صدقني. لان ببساطة مفيش حاجة اسمها كده ابدا. اول حاجة انت لازم تغير فكرك وطريقة اكلك وتخلي دنيتك تدور حوالين الهيلثي لايف ستايل. وتاني حاجة لازم تبقى النية واضحة، ما ينفعش تقول انا هبتدي بكرة، هبتدي اول الاسبوع، او هبتدي لما اقبض علشان اجيب حاجات الدايت. لازم تعرف ان الحياة الصحية مش مكلفة خالص، ولو بدلت الحاجات اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت كل شهر لحاجات تانية صحية هتعرف ان التكلفة مش هي اللي موقفاك. ارادتنا اللي مش تمام هي اللي بتعمل فينا كده. الخلاصة اللي عايزة اوصلها لكم ان الدايت مش حرمان ولا عقاب، هو بس تركيز على صحتنا وعلى جسمنا واللي محتاجه. فقبل اي حاجة لازم نفهم جسمنا كويس ونعرف ان احنا مش بنعمل كده عشان شكلنا تخين، لا احنا حلوين في كل حاجة، بس برضو احنا عايزين نحافظ على جسمنا ونهتم بصحتنا مش اكتر. فيلا بقى نفكنا من الخرافات دي ونشغل العقل ونبتدي، ودمتم سالمين.